علمني الرسول ان احنا لازم ننتبه من كلامنا للناس. ممكن نكون احنا بنتكلم من غير قصد او بصفو نية، او يعني ما بيكونش قصدنا، ولكن الكلمة اللي بنقولها للناس ممكن تكون محراق شر ليهم، يعني بتكون الكلمة تحرك حاجة وحشة جواهم. علمني الرسول ان في قصة زوجة لوط، هي ما كانتش بتعمل الفحشاء، هي ما كانتش بتعمل حاجة وحشة، هي بس كانت بتحرك الشر اللي حواليها، اللي في الناس اللي حواليها، فكانت تقول لهم وتدلهم على الرجال عشان يعملوا معاهم اللواط. فاذا الام اللي بتتكلم مع الاب على اولادها بطريقة سلبية من غير ما تحس، هي بتحرك الشر والكره والحقد على اولادها من ابوهم. وكذلك الاب لما بيعمل كده ويتكلم مع الام بطريقه وحشه، انها ما بتعرفش تربي، او ان ولادها مش متربين كويس، او غيره او غيره، انت بالكلمه البسيطه دي بتحرك جواها الشر، فتبدا تاذي ولادها وتضربهم. كذلك الحما اللي بتروح لابنها وتقول له مراتك ما سالتش عليا، مراتك ما بتتصلش عليا، مراتك ما بتهتمش بيا، هي جوه نفسها عايزه تحس بالاهتمام، ولكن تاثير الكلمه هو محراق شر لابنها، فيبدا ياذي مراته ويأذي ولاده ويكرهها بسبب الكلمة. مهم جدا نفهم تأثير الكلام اللي بنقوله على الآخرين. ده رسولي وده اللي علمولي، حبيت انقله لكم. صباحكم زي الفل. جينا